السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا بالنسبة لهذا الفيديو هو تتمة لتصحيح تمارين الموجات. إذا هنا وصلت للتمرين رقم 9. إذا بالنسبة للتمرين رقم 9 إذا كما كتلاحظوا فهو تمرين في الموجات الضوئية، إذا انتشار موجة ضوئية. إذا ننجز تجربة حيود الضوء بواسطة منبع لازر أحادي اللون طول موجته في الفراغ لامدا. نضع على بعد بضعة سنتيمترات من هذا المنبع سلكا رفيعا قطره A وعلى مسافة D هي 5.54 متر من الشاشة. إذا هذه التجربة كتوضح. إذا عندي هنا جهاز، إذا المنبع ديال الضوء اللي هو منبع لازر، وعندي هنا ننجز تجربة الحيود الآن باستعمال سلك رفيع. إذا قلنا تجربة الحيود يمكن أن ننجزها باستعمال واحد الحاجز به شق، وكذلك بإمكاننا أن نستبدل هذا الحاجز بسلك رفيع، يعني سلك اللي السمك تاعو رقيق بزاف. إذن هنا على الشاشة نلاحظ شكل الحيود. إذن بالنسبة للسؤال ولا الفقرة الأولى، نضيء السلك بواسطة منبع اللازر فنلاحظ بقعا للحيود، نرمز لعرض البقعة المركزية بالرمز L. السؤال الأول، هل نشاهد ظاهرة الحيود على المحور XX بريم أم على المحور Y بريم؟ إذا لاحظت هنا الشاشة، إذا غنركز على الشاشة. إذا عندي فيها محورين، محور أفقي اللي هو هذا المحور x بريم ومحور عمودي y بريم. بمعنى هل شكل الحيود سيكون شكل أفقي أم شكل الحيود سيكون رأسي؟ إذا في الدرس تم الإشارة إليها أن شكل الحيود دائما عمودي على الشق. نعود بالنسبة للشق، إذا كان الشق اللي دايرينه في هذاك الحاجز إذا على شكل شق رأسي، شكل الحيود سيكون عمودي. كان الشق على الحاجز أفقي، شكل الحيود سيكون رأسي. بما أن هنا السلك رأسي، إذا شكل الحيود سيكون أفقي وسنشاهده على هذا المحور. بمعنى أن هذاك الرسم، هذيك البقع المضيئة التي تليها بقع مظلمة، هذاك الشكل تاع الحيود اللي كنلاحظوه سنلاحظه على هذا المحور لأن السلك رأسي. إذا دائما خذوها يعني الملاحظة ولا التجربة كتبينها. إلا كان يعني الشق في وضعية رأسية يعني عمودي بحال هذا الشكل سيكون الحيود أفقي. كان الشق في وضعية أفقية سيكون شكل الحيود رأسي. إذن هذا هو الجواب على السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا ما هي طبيعة الضوء التي تبرزها ظاهرة الحيود؟ إذا الحيود تبرز أن الضوء عبارة عن موجة. نكتفي بقول موجة فقط. الضوء له طبيعة موجية، ممكن نحدوش هل هي موجة ميكانيكية ولا موجة كهرومغناطيسية. إذن هذا هو الجواب على السؤال. السؤال الثالث، وضح مستعينا بتبيان مبسطة الفرق الزاوية تيتا وعرض البقعة المركزية L والمسافة D الفاصلة بين السلك والشاشة. إذن هذه كلها أسئلة للدرس. إذن قلنا هنا نشاهد ظاهرة الحيود على المحور إذن X بريم، لأن إذن شكل الحيود يكون عموديا على الشق أو السلك في هذه الحالة اللي عندنا هنا. إذن هذا هو الجواب. هذا التعليل ما طالبينوش، ولكن فقط أنا هنا كتبته كتذكير. إذن الطبيعة التي تبرزها ظاهرة الحيود، إذن تبرز أن الضوء عبارة عن موجة، أو الضوء له طبيعة موجية فقط. إذن التبيانة المبسطة، طبعا الحال غنعاودو ناخدو الرسم بسيط. إذن فيه جهاز لازر في هذا السلك. طبعا الحال هنا غادي نوضحو إذن المسافة بين السلك والشاشة، وهنا شكل الحيود. طبعا الحال غنوضحو البقعة المركزية هي اللي كتهمني. إذن البقعة المضيئة المركزية وتليها إذن هذيك البقعة. طبعا ناخد قلم رصاص. إذن هادشي اللي مطلوب مني. إذا أنا رسمت جهاز لازر، رسمت السلك، إذا نقدرو نكتبو إذن هنا السلك. بطبيعة الحال هذا فقط حامل لهذا السلك، وهنا المسافة وضحنا المسافة دي. إذا نتي اللي طالبين لنا نقدر ندير البقعة المركزية الأولى هي هذه، البقعة المركزية البقعة المضيئة الثانية، البقعة المضيئة الثالثة. إذا قلنا كلما ابتعدنا عن هذا المركز كيبداو هاد البقع يعني كيصغارو. إذا ما أمكن الرسم. وهنا كاين عندي عرض البقعة المركزية. إذا فقط بقى لي نبين. إذا نبينوا الفرق الزاوي تيتا. إذا الفرق الزاوي تيتا هي عبارة عن زاوية إذا ضلعها الأول
هو المار من منتصف إذن ولا من مركز البقعة المركزية الأولى، إذن ها هو هذا هو الضلع، والضلع الثاني يمر من مركز البقعة المضيئة الأولى. إذن هذه هي الزاوية تيتا. إذن هادشي اللي طالبيني في الرسم. إذن وضحت الشاشة، وضحت عرض البقعة المركزية، وضحت زاوية تيتا. بطبيعة الحال هنا راه اللي دار التجربة راه كيبان ليه هاد الشكل راه كيكون صغير بزاف، بطبيعة الحال ماشي بهاد الشكل الموضح هنا في الرسم. إذن هذا السؤال رقم 3. إذن السؤال رقم 4، أوجد تعبير عرض البقعة المركزية بدلالة أ، اللي هو إذن أ بالنسبة لنا هنا قطر هاد السلك، إذن أ قطر هاد السلك، والدي إذن المسافة بين السلك والشاشة، ولامدا طول الموجة. إذا نعتبر أن تيتا زاوية صغيرة جدا، ونأخذ طونجون تيتا تساوي تقريبا تيتا. إذا نبداو بالعلاقة أولا، العلاقات اللي خصنا نكونوا عارفينهم. العلاقات اللي معروفة هي العلاقة بين تيتا ولامدا وأ. إذن كعلاقة إذا نعلم أن تيتا هذه دي معروفة لا نبرهن عليها. إذا تيتا كتساوي لامدا مقسومة على أ. الآن من الشكل، إذا من هذا الشكل اللي رسمته، إذا كنعتمد على هذا الشكل، من الشكل ناخذ طونجونت تيتا. إذا من الشكل طونجونت الزاوية تيتا يساوي، إذا طونجونت الزاوية تيتا يساوي الضلع المقابل لهذه الزاوية على الضلع المحادي. إذا المقابل لهذه الزاوية هو النصف تاع هاد عرض البقعة المركزية، إذا يساوي ال على 2 مقسومة، إذا الضلع المحادي لهذه الزاوية هي هذه المسافة دي، إذا مقسومة على دي. وإذا هنا عارفين أن الاعتبار اللي عطاوه لنا، إذا طونجونت تيتا بما أن تيتا صغيرة جدا فطونجونت تيتا تساوي تقريبا تيتا. إذا هنا غنستنتجو تيتا تساوي إذا ال على، إذا هاد الاثنان غنهبطوه هنا 2 دي. إذا عندي العلاقة الأولى، عندي العلاقة الثانية، إذا غنجمعهم في علاقة واحدة، ومنه إذا عندي الحق نكتب أن ال على 2 دي، إذا عرض البقعة المركزية ال على 2 دي يساوي لامدا على أ. بما أنه طالب مني التعبير ال، يعني ال بوحدها تبقى في هذا يعني في هذا الطرف تاع المتساوية، ومنه إذا غنحول 2 دي للطرف الآخر تاع المعادلة. إذا ال تساوي 2 دي في لامدا مقسومة على أ. إذا هذا هو التعبير اللي كنبحثوا عليه. إذا هذا بالنسبة للسؤال رقم 4. الآن الجزء الثاني ديال التمرين، إذا نستعمل أسلاك ذات أقطار مختلفة. إذا غنغيرو هاد السلك ونستعملو يعني أسلاك أخرى، كل سلك عنده القطر ديالو، ونقيس بالنسبة لكل سلك العرض L للبقعة المركزية. نحصل على المنحنى الممثل في الشكل الثاني. إذا هذا المنحنى الذي يمثل تغيرات العرض L بدلالة 1 على أ. إذا هذا هو الشكل، إذا هذا هو المنحنى. إذا L تغيرات العرض L بدلالة 1 على أ، و أ هو قطر السلك. باستغلال المبيان حدد طول الموجة لامدا. هل تنتمي لامدا للمجال المرئي؟ إذا اعتمادا على المبيان بغينا نحدد قيمة طول الموجة لامدا. إذا لاحظنا هذا المنحنى، نجد أنه عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا الدالة اللي هي L en fonction de يعني 1 sur A، هي عبارة عن دالة خطية. إذا هادشي اللي غادي نكتبو انطلاقا منها غنستخرج هذا المعامل الموجه للمستقيم. إذا المنحنى الذي يمثل تغيرات إذا عرض البقعة المركزية L بدلالة 1 على A. نذكر إذا A هو قطر السلك، هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا هذه الدالة اللي هي L en fonction de 1 sur A هي عبارة عن دالة خطية، إذا تكتب على الشكل. إذا هذه الدالة الخطية بصفة عامة هذا هو الشكل تاعها. إذا L يساوي واحد المعامل ديال التناسب اللي نسميه ك مضروبة في 1 على A. إذا A بالنسبة لنا يمثل المعامل الموجه للمستقيم حسب السؤال رقم 4. إذا السؤال رقم 4 في الفقرة الأولى وصلنا للتعبير ديال أن L يساوي 2 دي في لامدا مقسومة على A. نحاول نكتبها بهذه الطريقة. إذا هي يعني نخلي 1 على A جانبا، غناخد هاد
2 دي في لامدا مضروبة في 1 على أ. إذن هذا هو التعبير اللي غادي نوصل ليه. قارنت بين العلاقة الأولى والعلاقة الثانية، إذن غنستنتج أن ك كتساوي 2 دي في لامدا. إذن ك تساوي 2 دي في لامدا، وأنا اللي كنبحث عليه هو لامدا، وبالتالي إذن من هاد العلاقة غادي نستنتجو أن لامدا من هاد التعبير غنحول 2 دي للطرف الآخر ديال المعادلة. إذن تولي عندي هنا ك مقسومة على 2 دي. إذن هذا هو التعبير اللي غنوصل ليه. بقى لي فقط الآن الحساب. منساوش أن ك هو المعامل الموجه لهذا المستقيم، بمعنى أن غناخد هنا نقط. إذن لنحسب إذن حساب ك معامل موجه للمستقيم، بطبيعة الحال هي فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين، يعني غناخد قيمتين من هنا. إذن من المعامل الموجه إذن غنحسب دلتا ال، إذن هي دلتا ال على دلتا ديال المقدار اللي كاين في محور الافاصيل. إذن المقدار اللي كاين في محور الافاصيل هو 1 على ا، إذن دلتا ديال 1 على ا. بمعنى هنا غناخد نقطتين وغادي نحسب هذا المعامل. إذن غنختار النقط، ناخد طبيعة الحال النقطة اللي هي 0 0 ونختار هاد النقطة. إذن كتبان ولا هاد النقطة. إذن النقط كلها تقريبا هنا يعني سهلة أنني نحدد الإحداثيات ديالها. أي نقطة اختاريتها بإمكاني نختار هاد النقطة مثلا، هاهي إما 14 2 28 4. إذن كلها نقط بإمكاني نختارها. غنختار 14، وطبيعة الحال غنختار هاد النقطة اللي هي 0 0. إذن ناقص 0، وهنا 2 ناقص 0، ونحسب القيمة. إذن هنا غتقول لي عندي 14 مقسومة على 2، إذن هي 7. ونتبهوا للوحدات. إذن هنا عندي المليمتر، وهنا عندي المليمتر موانزة. إذن هنا هادي بالمليمتر، وهنا هادي بالمليمتر موانزة. إذن هاد المليمتر موانزة غتولي المليمتر اللي نحولوها طبيعة الحال من المقام إلى البسط تولي المليمتر. إذن المليمتر في المليمتر هي المليمتر مربع. إذن هذه هي القيمة تاع ك. إذن ك هي 7 مليمتر مربع. طبيعة الحال هنا خصني نحولها للمتر، لأن طبيعة الحال لامدا راها بالمتر. إذن التحويل، إذن بالنسبة للتحويل بإمكاننا نديروه بهذه البساطة. إذن 1 مليمتر هي 10 أس ناقص 3 متر. الآن بجوج نرفعهم المربع. إذن هنا ندير أس 2 وهنا ندير أس 2. إذن هي 1، وهنا هاد القيمة كاملة أس 2. إذن غتعطيني 10 أس ناقص 3 لكل أس 2 هي 10 أس ناقص 6 متر مكعب، بمعنى أن 1 مليمتر مكعب كتساوي 10 أس ناقص 6 متر مكعب. بمعنى هنا هاد القيمة نضربها في 10 أس ناقص 6 إلا حولناها. الآن نكملوا الحساب. إذن عندي المسافة دي، إذن غنرجع للتمرين. إذن المسافة دي هي 5.54، ونديروا التطبيق العددي ونحسبوا. إذن هنا قيمة لامدا. إذن هنا بعد إنجاز التطبيق العددي، إذن قلنا دائما إذن هاد القيمة غنضربها في 10 أس ناقص 6 باش نحولها للمتر مكعب. ومنساوش أن المسافة اللي هي بعد السلك عن الشاشة بالمتر. إذن غتكون عندي هنا المتر مكعب مقسومة على المتر. إذن غيبقى عندي الوحدة اللي هي المتر. بعد إنجاز الحساب إذن غنلقى 6 ناخد 317. إذن ناخد 332. إذن 6 إذن ناخد 32. 10 أس ناقص 7، 10 أس ناقص 7 متر. إذن إلا بغينا نحولوها هنا للنانومتر غنضرب في 10 أس ناقص، إذن غنضرب في 10 أس 9 وناخدو القيمة. إذن لامدا كتساوي 632 نانومتر. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. إذن السؤال الثاني، إذن نقوم بنفس التجربة السابقة ونضع مكان السلك بالضبط شعرة قطرها الدي. أعطى قياس عرض البقعة المركزية الملاحظة على الشاشة. القيمة L بريم كتساوي 42 مليمتر. الآن حيدنا السلك واستعملنا شعرة للقطرها الدي. لاحظنا البقعة المركزية، إذا قسنا العرض تاعها لقيناه 42 مليمتر. باستعمال المبيان حدد الدي. إذن هنا مباشرة من المبيان نقلب على القيمة اللي هي 42 مليمتر. إذن من المبيان، إذن عندي هنا 28 وعندي هنا 42. إذن كيفاش نعرف قيمة؟ إذن مباشرة نمشي نقراها. إذن
48 يوافقها، عفوا 42 يوافقها 1/A تساوي 6. إذا الآن غنحيد أ وندير دي. الآن القطر تاع الشعرة رمزنا ليه بالحرف دي. إذا انتبهوا للرموز. إذا هاد العرض، هاد عرض الشق أولا يعني سمك واحد السلك أولا سمك واحد الشعرة ولا قطر واحد الشعرة، لكن نقدروا نبدلوا ليه الرموز، مرة نسميه أ مرة نسميه دي. إذا انتبهوا لها. إذا ما نكتبش مباشرة النتيجة، ماشي دي كتساوي 6، 1/D هي التي تساوي 6. إذا بالنسبة غنكتب الطريقة تاع الجواب. إذا بالنسبة لهاد القيمة اللي هي ال بريم كتساوي 42 ملم، من المبيان نجد أن إذا 1/A في هذه الحالة غتساوي 1/D. إذا بدلنا الرمز. إذا تساوي 6 ملم أس ناقص 1. إذا بقى لي الآن نحسب الدي، هي 1/6 المقلوب ديال هذه. إذا 1/6 نديرو الحساب. إذا هنا بعد الحساب نجد النتيجة. إذا فقط هذه غندير لها المقلوب ديالها باش تعطيني الدي. إذا هنا عارفين 1/A كتساوي بي، إذا حتى 1/B كتساوي أ. إذا كل عدد راه هو المقلوب ديال الآخر. إذا باش نمر ليه، إذا هنا غنلقى 0.، إذا 166. إذا كاين بزاف تاع الأرقام 6. وما نساوش الوحدة راها المليمتر، بإمكاني نحولها للمتر، بإمكاني نحولها لوحدة أخرى مناسبة مثلا الميكرومتر. هذه غتساوي 166 ميكرومتر. إذا هنا غادي نكون ساليت التصحيح ديال التمرين رقم 9. إذا نلتقي في باقي التمارين إن شاء الله.